السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفت قبل كده قصة شجرة الكريسماس؟ أكيد ما تعرفش. طيب عرفت قبل كده إن شجرة الكريسماس أصلها مصر قديم؟ ازاي يا جدع؟ الله العظيم مالكش حق. ازاي؟ برضو أكيد ما تعرفش. تعالى معايا عشان تعرف. أنا محمد عاشور، حكاوي مؤرخ، ونتقابل بعد الانترو. نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. بيقول لك موضوع شجرة الكريسماس ده بدأ في مصر القديمة لما 4 إخوات اتجوزوا بعض، والأربع إخوات دول هم أوزوريس اتجوز أخته إيزيس، وست اتجوز أخته نفتيس. أوزوريس ده كان شخص طيوب وكيوت في نفس الوقت، وبرضه إيزيس كانت بنت طيبة وغلبانة وبنت حلال ومن كسر. أما بقى صاحبنا التاني اللي اسمه ست ده كان شخص شرير، وعشان كده ربنا اداله على كد ضميره وخلاه يتجوز من اخته اللي اسمها نفتيس. اختنا نفتيس دي كانت شريره زي ست بالظبط، وكانت على طول بتبص للي في يد غيرها، مش مقتنعه باللي ربنا اداهولها. طب يا صديقي هتسالني وتقول لي امال فين المشكله؟ هقول لك لا والله مفيش مشكله خالص. مفيش مشكله ان 4 اخوات يتجوزوا بعض، مفيش مشكله ان 2 اخوات يضربوا في بعض ويموتوا في بعض عشان خاطر الغيره والحقد والغل والحسد ما بينهم. المشكلة نفسها بقى يا صديقي ان ايزيس دي كانت بتخلف كتير خالص جدا من اوزوريس. تديني الأوضة ساعة اخد راحتي فيها انا وانشراح. تفهمني غلط يا ميتو. غلط ايه؟ دي مراتي. يبقى تدفع أرضية. واحنا بنلعب قمار؟ يا صلاح، ايه ده مالك في ايه؟ سيبني دلوقتي. سيبني دلوقتي يا ميتو. سيبني دلوقتي. وده اللي خلى اختها نفتيس تغير منها جدا، وزرع فيها حتة الحقد والكره، لان نفتيس اختها دي ما كانتش بتخلف. هنا بقى عمنا ست ياه الشرير ده بدأ يفكر ازاي يخلص من اخوه اوزوريس بس بطريقة شيك شوية. عمنا ست بقى عمل حفلة كبيرة خالص ودرمغ الدنيا، وعزم فيها ناس من جميع انحاء البلاد. ده كله ليه؟ عشان يحقق هدف بس في دماغه. عمنا ست بقى بعد ما جمع الناس كلها وعزمهم وبعت لهم كروت الدعوة، راح عمل ايه؟ جاب حباب التابوت كده خشب ومطلي بالذهب. ليه بقى؟ عشان يغري بيه عيون الناظرين الموجودين في الحفلة. وحط التابوت ده كده في نص القاعة اللي فيها الاحتفال، وجمع الناس كلهم وقال لهم بصوا كده بالصلاة على النبي. ادي التابوت ده لواحد من الموجودين في الحفلة بس بشرط واحد. طب يا عمنا هي الحدايه بتحدف كتاكيت؟ راحوا كلهم كده في نفس واحد قالوا له ما تخلص يا عم ست قول لنا بقى ايه هو شرطك؟ قال لهم شرط الوحيد ان كل واحد من الموجودين في الحفله ده يخش يغفل له 5 كده في التابوت، واللي هيجي التابوت على مقاسه هياخد التابوت ده هديه. طبعا يا عمنا كل الموجودين في الحفله سمعوا كلام ست، وكل واحد دخل غفل له في التابوت 5، بس للاسف التابوت ما جاش على اي واحد فيهم. ليه بقى؟ لان التابوت ده اصلا ست كان عامله مخصوص لاوزوريس، ومجرد ما دخل اوزوريس التابوت اتقفل عليه الغطا، وبعد ما قفلوا الغطا بتاع التابوت بطول دراعهم راحوا ملقحين التابوت في نهر النيل. فضل التابوت بقى ماشي في ميه نهر النيل لغايه ما وصل لحد البحر الابيض المتوسط، بلاد تشيله وبلاد تحطه لغايه ما وصل بلاد فينيقيا اللي هي لبنان حاليا. وفضلت الميه تشيله وتحط في التابوت لغايه ما وصلت بيه لاحد شواطئ المدن الفينيقيه. وهناك عند الشط ده خضرت شجرة مغفلقة، خدت التابوت في النص كده وطلعت به لفوق. وبالصدفة كده وملكة البلد دي بتتمشى مع الحراس بتوعها على الشط، وكان اسمها الملكة عشتروت. وفجأة كده عمنا وهي بتتمشى على الشط لمحت بعينها الشجرة المغفلقة دي، فدت أوامرها فورا للحراس إن هم يقطعوا الشجرة دي وياخدوا الجذع بتاعها بالتابوت اللي فيه ويحطوه في القصر، ويعملوا من الجذع الكبير ده عمود ضخم يحطوه في نص القصر بالظبط. مين بقى يا اخواننا اللي سمع بالموضوع ده؟ مدام ايزيس سمعت بالموضوع ده وجات جري على وشها، وفضلت تسأل في اللي رايح واللي جاي، وكل اللي تقابله بقى والنبي يا اخويا ما شفتش اوزوريس؟ غلبان وابن حلال ما شفتهوش. فضلت عمتنا ايزيس دي تتطقس بقى لغايه ما عرفت ان اوزوريس بالتابوت بتاعه موجودين عند الملكه عشتروت. فراحت ايزيس للملكه عشتروت وفضلت تتوسل اليها لغايه ما شغلتها مرضعه عندها، وده كله ليه؟ عشان تكون جنب جوزها اوزوريس. وعمتنا ايزيس دي عشان هي بنت حلال وطيبه وغلبانه ومنكسره متمسكه بجوزها اوزوريس حتى وهو ميت. فعلا الملكه عشتروت قبلت ايزيس كاحدى مرضعات القصر الملكي، وفضلت ايزيس عايشه في القصر ده فتره من الزمن. الملكه عشتروت بقى عمنا كانت بتقدر اللي بيشتغل معاها وبيتعب معاها. وفي يوم يا عمنا بقى من الايام وهي الملكه عشتروت ماشيه في القصر كده لمحت ايزيس وهي شغاله في القصر، فسالتها بقى عمنا نفسك في ايه احققهولك؟
إيزيس بقى عمنا ما فكرتش ولو ثانية واحدة، ومجرد ما سمعت الكلمة دي من الملكة عشتروت على طول قالت لها: يا جلالة الملكة، أنا نفسي في جذع الشجرة ده. وده يظهر عشان كان فيه ريحة من المرحوم أوزوريس. وطبعا الملكة عشتروت كانت كريمة جدا وما قدرتش ترفض الطلب ده لإيزيس، وفعلا ادتها الجذع ده. إيزيس بقى يا عمنا خدت الجذع ده وحطت ديلها في اسنانها وقالت: يا فكيك على مصر. وبتقول الأسطورة يا عمنا إن بمجرد وصول إيزيس بالتابوت اللي فيه أوزوريس إلى مصر قدرت ترجع الحياة لأوزوريس مرة تاني. ومن القصة بتاعت أوزوريس والشجرة بتاعته والتابوت بدأت فكرة الاحتفال بشجرة الكريسماس كل سنة. بس انت كده عرفت. ولو انت يا عمنا عايز تعرف اكتر عن قصة إيزيس وأوزوريس وست، تقدر تقرأ كتاب موسوعة حضارة مصر القديمة الدكتور سمير أديب صفحة 162. وممكن برضو تقدر تقرأ كتاب أساطير مصرية للدكتور عبد المنعم أبو بكر من صفحة 21 لصفحة 26. وكمان تقدر تقرأ كتاب أساطير فرعونية من تاريخنا القديم للكاتب كمال الدين الحناوي من صفحة 1 لصفحة 10. وبس كده، سلام.